ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. أعمال صالحات قد تدخل بها الجنة، قد تشتري الجنة بكأس من الماء. أخوك الصغير إذا طلب الماء أول واحد يسارع إليه أنت. ومن سقى مسلما على ظمأ. كيف تحسن للآخرين اللي برا البيت ولا تحسن لهؤلاء اللي عندك في البيت من الصغار؟ ولكن لا تقول سكتوه، ابتغي بذلك وجه الله. لا بد أن تبتغي بذلك وجه الله. أعطنا مثال يا ربي، مثال زائد عشان نفهم هذه الأعمال وين تروح. قال الله تعالى: فمثله هذا الذي يعمل الصالح ويدمر الأعمال الصالحات، هذا الذي ينفق من أجل رئاء الناس، هذا الذي ينفق عشان يؤدب الناس، هذا الذي يروح يزور عشان ابن عمه زار فلان، يبه عمي زار خالتنا الكبيرة الجمعة الماضية مو بحسن منا، لا يقبل الله منك. لازم تزور لله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا كنت تخاف على أعمالك الصالحة فلا تذهب عنك هذه الآية في سورة النساء: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وافهم في عكس الآية: إذا لم تبتغي بذلك وجه الله